السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد شامي يحدثكم من القاهرة الكبرى، بس أنا مش في القاهرة، يعني طالع من القاهرة الكبرى دلوقتي. في شاب موجه استغاثة شديدة جدا، هو شاب محترم جدا ومكافح، اسمه علي عنتر من دمياط تحديدا. هو فين مكانه؟ في دمياط الجديدة. الراجل ده لقيته كاتب إن هو عامل عربية بيبيع فيها فواكه، فروت سلات وحاجات حلويات خفيفة كده، وعنده مشكلة إنه اشتغل وكان الموضوع كويس وكده، وبعد كده الدنيا بدأت ترتاح عنده، محدش يعني عارفه وبتاع، وهو كان شغال شيف أصلا وساب الشغل من فترة، ومن ساعتها وهو معتمد اعتماد كلي على العربيه دي. فكان عامل استغاثه بسيطه كده، ربنا اكرمني ان انا حد يعمل لي منشن واشوف الاستغاثه دي. هتحرك دلوقتي من القاهره وهطلع على دمياط الجديده. انا في الوقت متاخر، انا وصلت الرقم وكلمته قلت له معلش تستناني متاخر شويه، معلش انا جاي لك من بعيد. هروح دمياط الجديده دلوقتي، عنده في السهره كده اتعشى فروت سلطات من عنده ونشوف الوضع ايه. لو طلع جامد وطلع كويس وطلع يستحق الدعم هتبقوا انتوا تشوفوا الفيديو ده دلوقتي. يلا بينا على دمياط الجديده، وده نداء لكل اهالي دمياط المحترمين وكل الناس اللي حوالين دمياط اللي بيجوا دمياط الجديده، تهالي المنصوره، بورسعيد، كل الحاجات دي قريبه من دمياط الجديده والناس بتيجي تخرج هنا. ده نداء بسيط ان الراجل ده لو حاجته فعلا محترمه تدعموه وتيجوا وتجربوا حاجته، وربنا يرزق الجميع يا رب. هيا بنا الى دمياط الجديده. انا كده بقى يا جماعه وصلت دمياط الجديده. عندك يا باشا ايه هنا؟ بيقول لك ده شارع الصعيد الجديد، وده ميدان مش عارف. تعال نشوف علي بقى يقول لنا احنا فين هنا. انا مش فاهم احنا فين هنا. ودي العربيه الصغنونه بتاعت علي هنا، علي فريش. ازيك يا عم علي؟ ازيك يا كبير؟ عامل ايه يا عم علي؟ الحمد لله والله. ايه اخبارك؟ والله بنعم. كله تمام. يعني احنا فين هنا الاول؟ احنا هنا في دمياط الجديدة، حلو. الصعيد الجديد. الصعيد الجديد. والميدان ده اسمه ايه؟ ده ميدان الشهيد، الصعيد الجديد اهو، وابو عبده اهو. أبو كافيه ابو عبده. عبده ده مشهور لا، يعني. كافيه ابو عبده ده معروف هنا، وانت واقف قدام كافيه ابو عبده في ميدان الشهيد. وانت قلت لي الجامع وفي الشارع الصعيد الجديد، ماشي. والجامعه قدام هنا الجامعة صح؟ قدامنا اهو. في الشارع هنا. انت عامل ايه؟ انا والله في نعمة. ايه اللي حصل فيه يا شيف؟ ولا اي حاجة. انت شيف ايه بقى؟ شيف سخن؟ شيف سخن اهو. ما شاء الله عليك. كنت شغال في مكان شرقي يعني مشويات وكده انا ولا؟ اشتغلت في مطاعم كتير ما هنا شاء في دمياط وفي المنصورة وفي القاهرة، ومؤخرا كنت شيف اداري، كنت ما ماسك شاء الله. ادارة كاملة يعني في المينا بقى وكده. دلوقتي بقى انت عملت المشروع الصغنن دوت ورزقنا على الله. على الله بقى يا باشا ان شاء الله دمياط كلها تيجي تاكل من عندك هنا يا باشا خلاص. والناس تنبسط، وانت راجل بشوش يا ومحترم. باشا الله يبارك فيك. اللي عاجبني فيك انك انت راجل مش عايز مساعده من حد، انت عايز الناس تدعمك وتيجي تجرب حاجتك لا وتجرب انا بس اكلك. كده والله. انا الفتره اللي فاتت كانت الدنيا نامت عندي خالص خالص، قعدت يجي 3 اسابيع ما حدش بياخد مني حاجه، فنزلت بقى بوست سريع كده وقلت ان انا حاجتي بتبوظ وبس. يا ممكن ما عم، نطول على الناس يا عم، تعالى رب. نشوف هنعمل ايه. يلا بينا، ربك أنا كريم. عندي هنا الفاكهه، عندي تفاح. انت بتعمل ايه بقى؟ انا بعمل سلطه فواكه، حلو. بعمل رز ولبن، كنت بعمل عصاير بس الصيف خلص بقى، فحاليا دلوقتي بعمل فاكهه سلطه الفواكه ورز ولبن. طبعا الرز ولبن خلص. الرز واللبن انت بتعمله في البيت برضه؟ بعمله في البيت، رز ولبن عادي وفي رز ولبن فرن. طب احنا عايزينك تبقى تعمل بقى كده، الشتاء داخل بقى، ممكن تجيب شويه حمص شام مثلا ولا صعب؟ لا صعب، بس هعمل بطاطا وام علي. بطاطا وام علي بيبقوا سخنين. هعمل بطاطا وام علي، حاجه رايقه كده وايه والدنيا حلوه يعني. ربنا يرزقك يا علي. يعني انت اساسي سلطه الفواكه. سلطه الفواكه اساسي، بس تقريبا يعني الناس بتقول لي حاول ان انت تغير الفتره الجايه. يعني حاول تزود حاجات، خد اه. بالك سلطه الفواكه الصيفيه برضه مهما وهي كان. كانت الفاكهه في الصيف كانت احلى من كده بكتير. اه الفاكهه 6-7 ماشي. بس. انت بسم الله ما شاء الله. انت شغال موسمي على حسب الفاكهه اللي موجوده انت بتشتغل. يعني انت عندك شويه مش هيبقى فيه المانجا. المانجا دي اخر مانجا في الصيف اسمها كيت، هي طبعا غاليه دلوقتي بس انا يعني ما بستخسرش حاجه لان الزبون كده كده بيدفع يعني. ربنا يكرمك في نفس يا الوقت كل ما الحاجه تكون احسن كل ما الناس تنبسط، كل ما الناس تدفع. كل ما الناس تدفع لك. والله الدنيا بتغلى وانا بنزل اسعاري اصلا عشان طلبت بقى الجامعه، عشان الناس. انا طبعا في الجامعه بقف عند الجامعه الصبح، في العادي بقف بالليل هنا في الصعيد الجديد جنب ابو عبد. كل يوم؟ كل يوم. في الجامعه بتقف من الساعه كام للساعه كام؟ بقف من الساعه 10:30 لغايه الساعه 4:30، ومن 5 لغايه 1 أو 2 انا هنا موجود. هنا في المكان اللي احنا فيه ده. تمام. قول لي رقم تليفونك كده يا علي عشان لو حد حابب يوصل لك من بره دمياط. 010 32 33 تمام 11 46. حلو يا برنس. ايه رايك بقى في يعني المانجا دي؟ ربنا يرزقك يا باشا، شكلها جميله، جوعتني اقسم بالله. لا خد بالك إيه؟ انا مش صحي قوي، ما باكلش فواكه والحاجات دي. لا بس الفاكهه مهمه طبعا. بس انت هتخليني بقى ايه ابدا يعني اشوف بص، الموضوع ده. فاكر كان بيقول لها حته الكرش اللي ما حدش هياكلها غيرك؟ والله لا، حته المانجا دي والله ما حد هياكلها غيرك. حبيبي جرب كده، جرب انت حبيبي حاجه نضيفه ومحترمه، وربنا يرزقك يا علي ويرزق كل مجتهد. هنبص على المنيو بقى. المنيو دي اللي شغاله ولا بنغير منها حاجه؟ في اسعار نزلت وفي اسعار طلعت، بس انا ما طلعتش حاجه بصراحه، كلها يعتبر واحد يعني. احنا ناخد فكره. سلطه الفواكه 15، سلطه الفواكه سبيشال دي بيها ايه زياده؟ هي الحجم بس. حجمها. انت تسيبني، بص انت تسيبني اعمل لك بقى على مزاجي.
اعمل لي على سيبني مزاجك. ادلعك انا هوري الناس بس. وسلطه فواكه بالمكسرات وقنبله فروت سلطه 15 20 25 35. رز بلبن ساده 10، مكسرات 15، فواكه 15. ايه دوبامين ده؟ مكسرات على فاكهه على شوكولاته. تمام بس بقالي فتره ما عملتوش، ما عادش مش شغال فما عملتوش. وقفت بقى خلاص. تمام. دلوقتي شغال على رز والعصائر احنا شلنا العصائر اليومين دول بقى خلاص. كانت في الصيف. قائمه اسعار علي فريش. عقبال يا رب كده ما تبقى سلسله ان شاء الله. ربنا يرزقك يا علي، ربنا يرزقك يا رب. والله الواحد عنده طموح، القصه بس ان الواحد عنده طموح. بصوا يا جماعه كله فريش يعني. الرمان اهو الراجل بيقشروا بيفصصوا قدامه ويفرطوا قدامكم. بقول لك ايه، انت بتاكل عند الراجل ده؟ جاي لك انت مخصوص حبيبي شويه اصلا. يعني حلو ده، حاجته حلوه ولا ايه؟ طبعا جاي تاني اهو. افخم رز بلبن في دمياط الجديده. افخم رز بلبن في دمياط الجديده. احلى مسا يا رجاله، نورين الدنيا. الله يكرمكم. انت عندك بقى دقه ديت فاكهه. انا سارع كده عشان وقت الفيديو، انا عارف براحتك خالص، براحتك خالص. لا يا راجل ده انا جاي لك مخصوص والله. الله يبارك في براحتك عمرك. خالص حبيبي. انا بحاول المكان يكون نظيف. انا طبعا في حاجات لا كتير ما شاء الله صعبه. الموضوع يعني نضيف جدا رغم بساطه الموضوع يعني. والراجل حاطط حاجته في ايس بوكس وراه ويعني عامل حاجه محترمه كده. ده عصير جوافه ولا ايه؟ انا بقى في العادي بحط مانجا يعني، بس النهارده قلت اغير. الناس قالت لك ايه يعني انت بتعمل العصير عشان سلطه الفواكه تعمل فيها العصير. ده الرز بلبن عندك اهو. الحاجات بتاعتك دي ولا دي قشطه ولا ده ايه؟ ده رز ولبن. حلو. ده رز ولبن ساده. تمام ما شاء الله. انا اللي بعمله برضه. الله اكبر. وكده بقى مكسرات سوداني وبندق وكاجو مروق عليكم احلى روقان. احنا هنوري بس الناس الحجم والدنيا بتبقى عامله ازاي. ده اللي هو السبيشال ده. ده اللي سبيشال ما شاء الله. الله اكبر. كل حاجه اهو. ده ب 15 وده ب 20. ما شاء الله. دي قشطه. ده قشطه. دي كده على الاثنين يعني. ده كده ب 15 وده كده ب 20. بتحط كده عليه قشطه. كده على قشطه. الله اكبر عليك. وممكن بقى ايه عشان نزود المكسرات علشان ايه، عشان نشوف برضه ابو 25 كده بقى ب 25. اللي هو عليه بقى شويه المكسرات. حلو. كده بقى 25. ما شاء الله. نروح راجعين. ده الرز ولبن الساده. ده ايه ده بقى؟ رز بلبن فرن؟ رز ولبن فرن. ما شاء الله. كل الحاجات دي بتجهزها في البيت. وده الرز ولبن الساده نرجع له تاني. نحط عليه فاكهه كده. بقى رز بلبن بالفروت سلطه. بقى رز ولبن فاكهه. تعمل كوبايه مانجا قطع. يعني انا ممكن اطلب مانجا بس. ممكن تطلب مانجا بس. هي المانجا اليومين دول خلاص بتشطب بس احنا يعني لغايه الموسم يعني على حسب حسب الموسم المتاح يعني. كوبايه المانجا ديت ب 15. دي كده طبعا بتزيد بس انا مش عارف يعني مش مجهز نفسي بصراحه. عادي عادي. فاحنا كده ايه يعني معانا شويه حاجات كتيره اهي. كل الحاجات بتاعتنا ايه وشفناها وطريقه التحضير وكل الكلام. يعني ادى رز ولبن مكسرات. احنا هندوق رز بلبن. ده انت لازم تدوق رز ولبن. يلا بينا. ده اللي هو بالمكسرات. لو في حاجه اقول يعني مش ضروري يطلع حلو. احنا عايزين نتعلم عادي، مفيش عندي اي مشكله. يا عم انت شيف كبير. بطل تواضع بقى يا عم بقى. الرز بلبن عالمي عالمي. دي مجامله بامانه والله. لا اقسم بالله الرز بلبن حلو. وعايز اقول لكم ان المكسرات توقعت عشان الوقفه والجو وبتاع ان هي مثلا تكون مرطبه او حاجه. لا المكسرات متحمصه التحميصه المظبوطه والقرمشه بتاعتها حلوه جدا. الرز بلبن مظبوط فمديني ميكس لطيف قوي يعني. انت كده هتشبع. انا عايز اسيب ده بقى خالص كده. خش هذا. ده ايه بقى؟ ده رز ولبن فرن بقى. مش هنروح بعيد يعني بس هو الوش بس. انت قلقتني اول ما قلت لي الرز بلبن خلص والله. انا عامل حسابي يعني 2 بس. عالمي. اي حاجه والله عظيم عالمي. طب سيبك بقى من ده خالص. لا قول لي بقى عايز ايه بقى؟ انا كده تمام. الرز بلبن ده كده فل. انا عايزك تجرب الرز ولبن فاكهه بقى يعني. بص هو في رز بلبن تحت ده؟ انا عايزك بقى ايه. ايوه خف شويه العصير. عايزك بس كده. انا عايزك تاخد من ده على ده. من ده على ده. من ده على ده بقى على ده. مش هتفرق. انت من دمياط اصلا من هنا؟ من دمياط. رز بلبن بقى ايه؟ فاكهه. بالفروت سلطه حاجه خيال. تسلم ايدك يا علي. انا عايزك تقلب. لا انا عايزك تاني. لا ما هو لزمه والله. اسمعني بقى انا باكل على الهادي. تسلم ايدك يا علي. انت راجل محترم. لا ما تجيبش تاني بقى. لا ما خلاص. فاكهه مكسرات. والله مصدقك. اقسم بالله مصدقك. خلاص يا عم. حبيبي علي ربنا يكرمك ان شاء الله وتكسر الدنيا. انا جيت لك ومش ندمان اني جيت. انا مبسوط اني جيت. عرفت راجل محترم زيك بعيدا عن اي حاجه علي حاجه محترمه وحاجه نظيفه. يا ريت تيجوا يا جماعه تجربوا الحاجه عند علي. احنا مش عايزين دعم من حد قد ان هو يجي يجرب. لو الحاجه عجبته يجي ياكل من عند علي مره كمان. يبقى فيها زبون بقى. يبقى ان شاء الله. بص ده الرزق بتاع ربنا. حبيبي يا علي انا بقى محضنك حضن بس همسح بس عشان بدل ما احضنك بالفاكهه. حبيبي يا علي الله يكرمك حبيبي ربنا يرزقك.